السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة هحضر فيه فطار أول يوم العيد لأهل الغردقة والبحر الأحمر. طبعا كل بلد أو محافظة بيبقى لها طقوس معينة كده في الأعياد، اللي بياكل فسيخ واللي بياكل كحك. إنما هنا في الغردقة بنفطر السمك المالح أو الناشف، وكمان برضو بناكل الكحك بنحلي بيه، بس السمك المالح هو الأساس. هعرفكم من خلال الفيديو ايه هو السمك المالح وازاي بيتملح وازاي بيطبخ وايه افضل انواع السمك. تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان نعرف كل التفاصيل. أول حاجة هنتكلم عنها نوع السمكة. دي سمكة اسمها حريت، من أفضل أنواع السمك اللي بيتجفف. ده شكلها بعد ما اتملحت ونشفت. هي الأول كانت سمكة طازة، بتتفتح من الظهر وتتغسل بمية مالحة، والأفضل كمان تتغسل بمية بحر، ما ينفعش نغسلها بمية عادية. بعد ما بتتغسل وتتنضف كويس بتتملح بالملح الخشن مش الملح العادي، لازم ملح خشن. بتقعد تنشف كده في مكان هاوي، في بلكونة أو في مكان مفتوح عشان تتجفف، وتقعد تقريبا من 10 أيام لأسبوعين على حسب حجم السمكة. لو سمكة صغيرة ممكن تاخد 10 أيام، لو كبيرة ممكن تفضل لأسبوعين. ده بالنسبة لنوع الحريد. في نوع تاني كمان من السمك برضو بيتنشف كده، اسمه الرهو أو أبو قرن، بياخد وقت أكتر في التجفيف. الحريد والرهو كل سمكة بيكون لها طعم مختلف عن التاني، في ناس بتحب الرهو وفي ناس بتحب الحريد، دي بتبقى أذواق. بس الحريد هو الأساس لأن يعتبر أفضل سمكة بتتملح، عشان دي السمكة الوحيدة اللي مفيهاش دهون، فبتقعد فترة كبيرة وهي ناشفة كده، ممكن تقعد سنة أو سنتين، ولونها ما بيتغيرش ولا بتبوظ. عشان كده الحرير يعتبر أفضل أنواع السمك الناشف، لأن فيه ميزتين: أول حاجة إن هو بيتجفف بسرعة، وتاني حاجة ليه صلاحية أطول من أي سمك تاني. ودلوقتي هبدأ أعمله. هجيب طبق وأحط فيه السمكة، وهنزل عليه بالمية السخنة المغلية. المية السخنة هنا فايدتها إن هي بتطريها، وفي نفس الوقت كمان بتعقمها. انا بدوس كده على السمكه من فوق عشان اغطسها كلها في الميه. طبعا الميه دي بتتغير يمكن 3 4 مرات كده. ودلوقتي خرجتها من الميه، السلسله طلعت معايا بسهوله، بس مش هرميها لان فيها شويه لحم برضو بيتمصمص. بشيل الشوك بس اللي حوالين الراس وارميه، وبرجع احطها في ميه تاني على النظافه. بس برضو ما نبالغش في الميه السخنه عشان ممكن تتهري مننا، لان لسه هنطبخها على النار. ودلوقتي هبدأ اشيل القشر، بيطلع معايا بكل سهوله. وبعد ما اشيل القشر هغسله كده في ميه عاديه مش سخنه. وبعد ما اقشره هروح احضر للتسبيكه اللي هحط فيها السمك. معايا بصلتين كبار مفرومين، وعصير طماطم وفلفل شطه. لو مش بتحبوا الشطه ممكن تستبدلوه بالفلفل العادي، مفيش مشكله. ومعلقه توم ومعلقه صلصه. وبالنسبه للبهارات معايا معلقه كمون ومعلقه كزبره ونص معلقه من الفلفل. انا مش بحب احط للسمك بهارات كتير عشان ما يغيرش طعمه. وكمان مش بحط ملح دلوقتي خالص، لاني اصلا السمك مالح، فبخليه في الاخر. لو السمك حسيت ان هو محتاج ملح بحط، لو مش محتاج خلاص مش بحط ملح خالص. ودلوقتي بجيب صينية او حلة او طاجن على حسب حجم السمك اللي انا عاملاه. انا جبت صينية على قد السمكة اللي انا عاملاها. حطيت زيت وكمان حطيت البصل، بقلبه كده وبحمره تحميرة بسيطة، مش بخليه يتحمر جه خالص. وبنزل عليهم بعصير الطماطم. الطماطم هنا نوعها كان مسكر وحلو، ما حطيتلهاش بصراحة رش السكر اللي انا دايما بحطها للطماطم. ودلوقتي حطيت معلقة الصلصة. طبعا الصلصة هنا بنحطها على حسب نوع الطماطم، لو الطماطم مش حلوة ممكن نزود الصلصة عن كده، بس انا اكتفيت بمعلقة الصلصة لان الطماطم كانت حلوة. وحطيت معلقة الثوم والفلفل الشطة. زي ما قلت لكم تقدروا تستبدلوا فلفل عادي لو مش بتحبوا الشطة، بس بصراحة حلاوة السمك في الشطة. ودلوقتي بحط البهارات: الكمون والكزبرة والفلفل. الأساس في السمك الكمون، بصراحة بيدي طعم حلو جدا للسمك. في خطوة نسيت ما اوضحها، انا الطماطم لما حطيتها على البصل سبتها تتسبك كويس، وبعدين حطيت لها الصلصة والثوم والفلفل. ودلوقتي بزود لها مية كده واقلبها، واشوف لو محتاجة مية تاني ولا لا، لاني لسه هنزل بالسمك، والسمك لازم طبعا يتشرب من الصلصة دي، فلازم تكون مظبوطة. وزودت لها شوية مية تاني كمان، وهنزل عليهم بالسمك. السمك قطعته بس مش قطع صغيرة، خليته كده يعني وسط عشان برضو ما يتهريش. وبقلبه كده واخليه ياخد ويدي في الصلصة. زي ما قلت لكم انا ما حطيتش ملح خالص،
لان السمك مالح، لما هيقعد في التسبيكة كده هيملحها اصلا وهيظبطها. الأكلة دي بنعملها يوم الوقفة بالليل عشان نفطر بيها الصبح بعد صلاة العيد. بصراحة دي من أجمل أكلات أهل الغردقة والبحر الأحمر كله كمان، عشان حبايبنا في القصير وسفاجة وغارب ما يزعلوش. كلنا بناكل الأكلة الجميلة دي، وكمان جنبها الليمون المخلل الخطير ده. بصوا شكل السمكة عامل ازاي. بنفطر فيها يوم العيد وبنتغدى وبنتعشى اليوم كله، وبنفضل ناكل سمك مالح ده يعني، وبنحلي برضو بالكحك. بجد اللي بيحب السمك ومدقش السمك المالح فاته كتير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هحضر فيه الصيادية الأصلية على طريقة الغردقوية، وهنعرف فيه أنواع السمك الحلوة اللي بتتعمل منها صيادية، والرز الخطير ده اللي معمول بشوربة السمك.